السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفة جميلة جدا، هنتعلم مع بعض القرص الطرية الفلاحي على اصولها. هنعملها باللبن الرايب، عايزة اقول لكم دايبة دوب قطنية. هنتعلم نعملها بحشوات مختلفة، وهنعملها كمان سادة. متنسوش الاشتراك ونفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. ونسمي الله ونصلي على الرسول. نبدأ بما قدرنا. يكون معايا يا حبايبي كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. اهم حاجه يكون دقيق متعدد الاستخدام. تمام. كيلو دقيق هياخد معايا قد ايه ماده دهنيه؟ انا هنا استخدمت سمنه، هيبقى كوبايه سمنه دافيه مع كيلو الدقيق. ومعايا حوالي ربع كيلو من اللبن الرايب، او كوبايه كبيره كده ربع كيلو. ومعايا معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من البيكنج باودر، 3 معالق كبار سكر. ومعايا سمسم هحط كده منه معلقتين في العجين، وشويه فوق وش الفطاير بتاعتنا او القرص بتاعتنا. الدقيق، كيلو دقيق بياخد كده كوباية واحدة سمنة. ما بزودش في القرص، ما تبقاش دسمة قوي معايا. كوباية واحدة سمنة على كيلو دقيق. اول حاجة حبايبي هبدأ بيها انخل الدقيق بتاعي كيلو كامل. هنخله كويس قوي بالشكل ده، الخطوة دي مهمة جدا. وبعد كده حبايبي هبدأ انزل بيها معلقة كبيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيدي هشاشة حلوة كده للقرص بتاعتي. وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الخميرة. الخميرة هنا اللي انا استخدمتها خميرة دريم. وبعد كده حبايبي هنزل بثلاث معالق كبار من السكر. وهنزل بمعلقتين كبار من السمسم. السمسم بتاعي ده متحمص. هنزل بيهم كده بمعلقتين كبار، وهبدأ أقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض كده. يبقى أنا هنا ضفت إيه؟ ضفت على كيلو الدقيق معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة، 3 معالق كبار من السكر، معلقتين كبار من السمسم. وهضيف كمان معايا كده ذرة من الملح، بتظبط الطعم بتاع الفطاير بتاعتي. في المرحلة دي لو حابة تضيفي شمر، حابة تضيفي ينسون، بيدي برضو ريحة وتست حلوة قوي للفطاير بتاعتنا او القرص بتاعتنا. هقلب كده يا حبايبي المقادير الجافة كلها مع بعض. في المرحلة دي هنزل بكوباية من السمنة، بس تكون كوباية سمنة سايحة، يعني سمنة دافية كده مدفياها على النار. مهم جدا تكون السمنة معايا دافية حبايب قلبي. تمام. هبدأ كده أبسها بالشكل ده حبايبي كده. انا ببسها بالطريقه دي حبايبي. انا عايزه كده كل حبات الدقيق تتغلف بالسمنه، عشان تطلع معاكي قرص كده هشه وطريه معاكي. المرحله دي خدي وقتك فيها من 3 ل 4 دقايق. بسيها بنفس الطريقه دي كده لحد ما الدقيق يتغلف، او تتاكدي اللي كله كده شرب السمنه او اتغلف بالسمنه، يبقى زي حبات الرمل بالطريقه دي حبايبي. بعد ما اتاكدت كويس قوي ان انا بسيت الدقيق بتاعي بالسمنه كويس قوي، هبدأ أنزل بيه كوباية اللبن الرايب معايا. اللبن الرايب ده حبايبي ده اللبن اللي هو القاطع، أو اللبن اللي هو راب منك. بصوا عامل ازاي ما شاء الله، فيه الخير كله. ده اللي بيدي كده طعم القرص الفلاحي على أصولها، طعم اللبن الرايب القاطع ما شاء الله. بتستفادي منه في المعجنات، في قرص كده شبه القرص دي ما شاء الله، بيبقى جميل جدا معاكي. طب لو مفيش لبن رايب، ممكن تضيفي لبن عادي خالص، مفيش أي مشكلة. ومعاه زبادي. تمام. لبن وزبادي هيديكي كده نفس التست بتاع اللبن الرايب بالظبط. بصوا يا حبايبي، انا في المرحله دي مش بعجن، انا كده بلم العجينه كده مع بعض. مش عايزه الت العجينه او اعجنها، لا، انا عايزاها بس كده يعني المكونات كلها تتجانس مع بعض او تتمزج مع بعض زي الطريقه دي حبايبي كده. انا مش عايزه التها ولا اعجنها. تمام. القرص ما بتتخمرش كتير. القرص بتاخد بالظبط نص ساعه تخمير، لان فيها برضو نسبه دهون مش بتدي الخمر او الارتفاع اللي في اي عجينة تانية. تمام. هتاخد معايا كده نص ساعة كده. انا غطيتها بستريتش راب وضفت عليها فوطة كده، وهتاخد معايا نص ساعة بالظبط. وفي المرحلة دي يا حبايبي انا جهزت كده العجوة، جهزناها مع بعض قبل كده. العجوة ريحتها بمعلقتين من السمنة، وضفت عليها شوية من السمسم المقدار بتاعنا. وكمان ضفت عليها كده رشة قرفة عشان تظهر معايا طعم وريحة العجوة معايا. وشكلتها قرص بالشكل ده عشان تسهل معايا الشغل بتاعي. وبعد ما العجينة اخدت حوالي نص ساعة كده بالظبط، بصوا حبايبي ده بيبقى شكلها. طبعا عجينة القرص الطرية ما بتبقاش بالارتفاع بتاع العجائن التانية. تمام. عشان بيبقى فيها زي ما قلت لحضراتكم نسبة من السمنة، المادة الدهنية برضو حلوة فيها.
كده يا حبايبي هابدأ كده أخرّج العجينة بتاعتي بالشكل ده، وهاشكّلها على حجم كده قد البيضة كده حوالي مرّة ونُص، بالشكل ده كِوَر، هاشكّل كده الكمية بتاعتي كلّها كِوَر خلّصت الكمية بتاعتي كلّها كوّرتها كلّها بالشكل ده، هابدأ حبايبي أغطّيها بفوطة كده عشان العجينة بتاعتي ما تنشفش، ونقرّص مع بعض القُرَص بتاعتنا بكل سهولة. هابدأ كده أفرد القُرَص بتاعتي كده من غير ولا بلانشة ولا نشّابة ولا أي حاجة، هافردها كده وأحط فيها قطعة العجوة بتاعتي، ألِم العجينة تاني وأحاول أريّحها بإيدي كده عشان ما تبقاش رقيّقة أوي ولا تخينة أوي، ده شكلها يا حبايبي وده السمك المضبوط بتاعها. هاحضّر كده صينية أو صاج عليها ورقة زبدة كده بشوية من الزيت، مسحة زيت على ورقة الزبدة، وهارُص القُرَص بتاعتي. بُصّوا حبايبي ده سمكها وده ارتفاعها، ما بتبقاش عالية أوي ولا رقيّقة، تمام، بيبقى سمكها كده مضبوط. هافردها وأريّحها كده بكَفّة إيدي كده. هاعمل حشوة مختلفة كمان غير العجوة، معايا هنا قرفة وسُكّر، هنحط كده معلقتين من السُكّر، معلقة قرفة، عليهم معلقتين صغيّرين من السمنة، هادوّبهم مع بعض حبايبي لحد أمّا يتكوّنوا معايا كده عجينة بالشكل ده. وهابدأ بنفس الطريقة أحشي بيها الفطاير بتاعتي، هافرد برضه زي ما قُلت لحضراتكم بنفس الطريقة خالص بإيدي، سهلة جدًا الطريقة مش صعبة، وهالِم العجينة بتاعتي كده بكل سهولة وأكوّرها وأفردها تاني لحد ما تتكوّن معايا قُرصة كده بالشكل ده، سهل جدًا من غير أي حشوة برضه بيبقى طعمه حلو أوي، أوي. هابدأ كده أفردها بالطريقة دي وأسوّيها تاخد شكل كده مدوّرة كده، وسمكها بيبقى ولا تخينة أوي ولا رفيّعة أوي، نفس الفكرة، تشكيلها سهل وبسيط جدًا. وده حبايبي شكل الصاج بتاعنا بعد ما شكلناه بكل سهولة. عملنا مع بعض كده حشوة العجوة، هابدأ كده بالسكينة كده على خفيف خالص، أبين كده شكل العجوة بتاعتي، عشان أعرف بس اللي هو ده كده بالعجوة ويدي كمان شكل المميز بتاع الأفران بنفس الطريقة دي حبايبي. وعملنا مع بعض كده حشوة السكر والقرفة، برضو حشوة حلوة جدا. وعملنا مع بعض شوية قرص سادة من غير حشوات خالص، وتشكيلها يا جماعة سهل وبسيط جدا، وانت واقفة كده شكليها من غير نشابة بإيدك بسهولة جدًا. هابدأ الوقت أضيف إيه على الوش معايا كده صفار بيضة، أنزل عليها كده بشوية صغيرين خالص رشة من الفانيليا عشان صفارة البيض، وهانزل عليهم حوالي بمعلقتين من الزيت. الزيت مع صفار البيض بيدّيني كده لمعة حلوة أوي كده لوش الفطاير بتاعنا. هاقلّبهم كده كلّه مع بعض، وممكن تضيفي في المرحلة دي معلقة كده صغيرة من الخل، برضه بيشيل زفارة البيض نهائيًا، بتدّي لون حلو، لمعة حلوة الزيت اللي فيها كده مع صفار البيض بيدّي قوام كده كريمي زي السمنة بالضبط. هادهن بيها كده وش الفطاير بتاعتنا كلّها، ولو مش حابين صفار البيض ممكن تضيفي شوية لبن على شوية نسكافيه بلاك، وندهن بيها الفطاير بتاعتنا. هابدأ حبايبي كده أرُش فوق الوش شوية من السمسم، بيدّي طعم وريحة حلوة أوي، يبقى إحنا كده ضفنا سمسم في العجينة، سمسم فوق الوش، وسمسم في العجوة بتاعتنا. كده يا حبايبي هاضيفها كده فرن درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق فقط، أنا عايزاها بس تاخد لون كده دهبي كده، مش عايزة القرص بتاعتنا تقعد أكتر من 10 دقايق عشان ما تنشفش، وتبقى معاكِ طرية وحلوة جدًا، جدًا وهشة بالمنظر ده يا حبايبي. بُصّوا ما شاء الله شوية قرص فلاحي طرية جدًا، قطنية جدًا، دي حبايبي اللي حشيناها مع بعض بالعجوة. عايزة أقول لكم ريحتها في منتهى الجمال، ريحة البيت كده بريحة الخبيز، بريحة القرص الفلاحي على أصولها، واللبن الرايب مخلّي العجينة كده دايبة دوب. وده حبايبي القرص اللي محشية بالسكر والقرفة، زي ما قُلت لكم إحنا عملنا كذا حشوة حلوة برضه سادة جنب كوباية شاي كده. أهم حاجة القرص بتاعتنا من جوّه طرية وهشة وقطنية، حاجة حلوة أوي، أوي، جرّبوها هتعجبكم. اللي عجبه وصفتنا ما ينسنيش في اللايك والشير والكومنت الحلو الجميل منكم بدعوة حلوة طيبة، وتفعيل زر الجرس عشان إن شاء الله يوصل لكم كل جديد. أتمنى تكون وصفتنا النهاردة نالت إعجابكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.